السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبا بكم معايا مرة أخرى فيديو جديد من شهوة منى. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الهميزة اللي رائعة بزاف وعملية كذلك. أنا صراحة عجبتني بزاف وعملية كذلك، وضروري تكون عندكم في المطبخ. بالنسبة اللي عنده الوليدات كيبغيو يوجد الكوتيب سهل وفي ساعة كيوجد، والأهم كتعطيكم واحد النتيجة ديال لي مادلين، وكذلك بالنسبة لي غوفر، وكذلك بالنسبة حتى البوب كيك. كما كتشوفوا هاد لاباري كتكون على هذا الشكل، فيها ثلاثه ديال لي زاباري اللي ممكن تقدموا بهم بزاف ديال الشهيوات. الاولى اللي هي على شكل مادلين، والثانيه كذلك على شكل لي غوفر، والثالثه على شكل بوب كيك. كيجيو رائعه بزاف وفي ساعه كيطيبوا، ما كياخذوش منكم ولو 2 دقائق ديال التقديم. انتم كتساليو كطيب لكم وكتقدموا الشهيوه ديالكم. صراحه عمليه بزاف، كنصحكم بها تاخذوها. الا مازال لقيتوها في بيم، خذوها وبعينكم غمضين، ما كتلصقش نهائيا، والنتيجه ديالها رائعه بزاف. صراحه عجبتني وبغيت نشاركها معكم، وننصحكم كذلك باش تجربوهم. كيجيو واحد لي غوفر اللي في ساعه كيطيبوا وبنانين بزاف، وكذلك حتى بالنسبه لي مادلين، يعني كي كتخوهم في الباري يعني ما حتى دقيقه كتطيب لكم في ساعه، وكتعطيكم واحد النتيجه اللي رائعه. بهنا كنشكرها وكنعاود حيتاش فعلا كتستحق الشكر، وفعلا نصيحه مني هو خذوها بعينيكم مغمضين. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نستعملو ان شاء الله اليوم، مقادير بساطين اللي غادي نديرو بهم هاد لي مادلين، غادي تلقاوهم بطبيعه الحال مكتوبين في قناه الوصف. غادي ناخذ هنا واحد 2 ديال البيضات، كما كتشوفوا معايا درت عليهم قبيصه ديال الملحه، وكذلك درت هنايا واحد الكاس ديال السكر سنيده. هاد المقادير اللي غنعطيكم ممكن تعتمدوهم كذلك في لي غوفر، وكذلك حتى في بوب كيك، يعني مقادير اللي رائعين بزاف وناجحين. هادو كنستعملهم دائما انا في لي مادلين، كيجوني ناجحين واخا كنستعملهم في الفران. هنا كما تشوفوا معايا خديت واحد نص كاس ديال الزبده، وإلا ما كانش متوفر عندكم الزبده ممكن تستعملوا الزيت، ولكن من الافضل تستعملوا الزبده، كيكون احسن. هنا غادي ناخذ الدقيق كما كتشوفوا معايا، عندي هنا واحد الفانيلا، وعندي كذلك واحد الخماره ديال الحلوه. نخوي الدقيق هنايا ونزيد عليه كذلك الخمارات. هنايا كما تشوف معايا كنخلط غير بالخلاط اليدوي. كما قلت لكم هذا الخليط راه ساهل في ساعه كتوجدوه، كما هي لاباري كطيب لكم في ساعه، حتى انا جبت لكم هاد المقادير اللي كتوجدوهم في ساعه، وكتخلطوهم وكتزيدوا كطيبوا. يعني قلتي في اخر الدقيقه ممكن توجدوا، يعني كتخلطوا المقادير في ساعه وكدوزوا كطيبوهم في لاباري ديالكم. يعني ما تحتاجوش الخليط يخمر ولا، يعني كي كتخلطوا كدوزوا كطيبوهم نيشان. صراحه من اول استعمال جاتني ناجحه بزاف، وصراحه كما كيشكروها بزاف ديال الناس، تا انا صراحه كنبغي نشكرها لكم، وكنصحكم تاخذوها الا لقيتوها مازال في العرض ديالها. هنا صافي كما كتشوفوا معايا خدا ليا كاس ونص ديال الدقيق، بنفس الكاس باش عبرت المكونات الاخرى عبرت بهم هاد المقادير. صافي كنحصلوا على هذا الخليط اللي كيكون ثقيل. غير هي واحد الملاحظه، يعني دائما الخليط اللي غادي تطيبوا فيها كما كانوا المقادير اللي معتمدين عندكم، ضروري الخليط يكون ثقيل شويه. يعني ما كتبغيش الخليط اللي كيكون جاري بزاف، يعني كتسيح لكم. ديجا جربت شي مقادير ولكن ما صدقوش ليا، وهادو هما المقادير اللي كنعتمد دائما في لي مادلين، عاود درتهم وهما يصدقوا ليا ناجحين. يعني الا درتو خليط يكون خفيف بزاف غادي تسيح لكم وما غاديش تنجح لكم كذلك. كما كتشوفوا هنا نخويو هاد الخليط وكنسدو عليه، كنديروا لاباري ديالنا تسخن، غير كتسخن شويه وكنبداو كنخوو الخليط فيها نيشان وكنسدو عليها. ومن هنا فاش كتسدو عليها كيبدا داك الدخان كيخرج من واحد اللعيبه كاين لها في الفوق، كيبدا داك الدخان ديالها يخرج. ان فوا يحبس داك الدخان كتحلوا عليهم كيطيبوا، يعني تقريبا ما كياخذوش لكم حتى تقريبا دقيقه ونص. صافي كيبداو كتحسوا بهم بانهم طابوا. كما قلت لكم باش ما كان الخليط شويه ثقيل راه في ساعه كيطيبوا. كما كتشوفوا هذيك البطونه الحمراء كتشعل وكيبدا الدخان كيخرج كما كيبان لكم في الصوره. غير كطفى هذيك البطونه الحمراء كما كتشوفوا هنا طفات، صافي كنحل عليهم وكنحصلوا على هذه النتيجه اللي رائعه. صراحه عجبتني بزاف وفرحت بها. نتيجه رائعه بزاف، ما تحتاجي لا فران لا حتى حاجه، ما تحتاجي دهني ليمون، ما تحتاجي نهائيا، يعني عمليه بزاف. صافي كنجيب هنا واحد الكوردون وكنتكي فيها، كنشوف بها انها طابت
وكندورها بهذا الشكل، ما كيلصقوش كما كتشوفوا هنا. باقي شويه، باقي ما طابتش من التحت، يعني كنعاود نرجعها غير شويه صافي. كتاخذ داك اللون ديالها الذهبي صافي، وكنحيدهم وكنعاود نخوي الخليط. وهنا كما كتشوفوا راها طايبه من الداخل كذلك. كنخليها تحمر شويه من الجهه الاخرى، وكنزلهم وكنزيد كذلك نكمل الخليط ديالي، نعاود نخويهم ونسد عليهم. وفي ساعه كيطيبوا بهذا الشكل. النتيجه ديالهم راه رائعه بزاف كما كتشوفوا معايا. وممكن تحشوهم بالشوكولاط كذلك، ممكن ديروا نص ديال الخليط وتعاودوا تحشوه بالشوكولاط، تعاودوا تخووا عليه الخليط الثاني. وهذه هي النتيجه اللي رائعه بزاف اللي كننصحكم بها صراحه. بالنسبه للناس اللي كيبغوا الكوتي ساهل وكيبغوا الكوتي اللي كيكون فيسع، يعني حتى في الدقيقه الاخرى، كنصحكم بهذا لاباري اللي فعلا عمليه وما ندمش حيتاش خديتها صراحه. وهنا تشوفوا معايا كيفاش كيخرجوا هاد لي مادلين طايبين من الداخل وهشاشين بزاف ورطبين كذلك. كما قلت لكم هذيك الزبده كتعطيهم هذيك الرطوبيه. وما تخافوش راه كيكونوا طايبين من الداخل، كيكونوا قطنيين بحال طيبناهم في الفران. وبنفس الخليط كذلك كندوزو نطيبو لي غوفر. هنا خليتها لاباري بردت شويه، حيت منها هذيك لي مونتيف ديالها لي زاباري فاش كتكون ديال لي مادلين، وكنركب هذه ديال لي غوفر صافي. وكنبدا كنخوي الخليط، كندير لاباري تسخن شويه وكنبدا كنخوي الخليط ديالي وكنسد عليه كذلك حتى هو بحال الشكل ديال لي مادلين. كنخليها حتى كطيب. غير بالنسبه لي غوفر هما كياخذ واحد شويه ديال الوقت على لي مادلين، كما لاحظت بان لي مادلين في ساعه كيطيبوا. هادو لي غوفر كياخذ واحد شويه ديال الوقت، يعني تقريبا دقيقه. يعني الوقت ديال على شكل مادلين ما كياخذش الوقت بزاف بحال هاد لي غوفر. صافي كنسد عليهم حتى كيطفى داك البوطون، كنحس بان داك الدخان ما بقاش كيخرج منهم من الفوق، وكنحل عليهم حتى هما كما كتشوفوا معايا. وهذه هي النتيجه رائعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح اللي شاركت معكم وهذا لاباري اللي شاركت معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وبنفس الخليط كذلك ممكن توجدوا لي بوب كيك في لي مونتيف الاخر اللي باقي ديال لاباري كذلك. وهنا كتشوفوا الشكل ديالهم كيجوا محمرين من الجناب ومحمرين من الوسط، يعني طايبين. وكيقول لكم الاختيار ممكن تزوقوهم هكا بشويه ديال الشكلاط من الفوق، وكتقدموهم للوليدات ديالكم والكوتي ديالكم بالصحه والراحه. وبهنا كنكون ان شاء الله وصلت للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الاقتراح اللي قدمت لكم ينال الاعجاب ديالكم. وكذلك حتى بالنسبه للمقادير اللي عطيتكم ديال لي غوفر ولي مادلين، راه مقادير اللي ناجحين بزاف، كنتمنى تعتمدوهم كذلك. وبهنا كنبغي نقول لكم نخليكم ان شاء الله ونضرب لكم موعد فيديو قادم باذن الله. الى اللقاء.